إذا شفت سيارتك تمشي سيدة والدركسون على يسار، اوزن الدركسون قبل انك تخسر. اول علاماتها تبدأ تولع معك لمبة الايرباج، ثانيها البوري ما عاد يدق، وبعدها أزرار المسجل ومثبت السرعة كلها تطفى. إيش السبب؟ في البداية الدركسون مايل اليسار، بعد حفرة طنشت الإصلاح. إيش العطل؟ شريحة الدركسون يتفاوت سعرها على حسب السيارة، لكن أقلها أصلي أتكلم طبعا أقلها 400 ريال وتصل إلى 1000 ريال، في الإكسبديشن ب900 ريال. ما راح أركبها الحين، نوجه سويدان على الميزان يوزنوها أول على بال ما أشرح لكم كيف تعطلت. تخيل أنك صنعت لك سيارة والدركسون حقها فيها أزرار وفيه بوري وفيه ايرباج، كيف توصل الأزرار هذه والبوري والايرباج بالسيارة؟ هذه أسلاك بتحطها من هنا، تركبها كذا، وبتحط سلكين لللمبة للزر هذا وسلكين للأزرار اللي هنا وسلك سيدة على البوري. خلاص الآن إذا جيت لفيت الدركسون إيش اللي يصير؟ تأخذ لها لفة لفتين، مرة مرتين، وبعدها إيش يصير؟ بعد الالتواء اللي بيصير هنا بتتقطع الأسلاك. عشان كذا وجدوا الحل بحاجة اسمها شريحة دركسون، حاجة توصل الأزرار هذه والبوري والإيرباج بالسيارة بدون ما تنقطع. جت فكرة القطعة هذه لهذا السبب، إنه عندك مجموعة أسلاك جاية من الدركسون تركب هنا، يعني بحيث إنه القطعة هذه بتكون بالشكل هذا. حلو، الأسلاك اللي هنا كلها والفيش هذا مثلا يركب هنا وتلف براحتها، لأنه الأسلاك اللي داخلة في الفيش بتخرج من نفس المخرج خلف الدركسون على السيارة، وتلف الدركسون براحتك. بعد الفك هذا شكلها وطريقة عملها من الداخل، تلف 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 إلين تضيق باليسار، ترجع ترتخي 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 إلين توصل إلى آخر حد وتعبي المنطقة بالكامل. إذا كانت مقطوعة، هذه هي عبارة عن أسلاك ماشية بالتوازي داخل التغليف هذا. إذا إنك شديت عليها شديت عليها شديت عليها إلى آخر نقطة وانت باقي تلف في يسار، تنقطع. إذا انقطعت من الجهة هذه خلاص يصبح الجهة اللي هنا ما هي واصلة بالجهة الثانية العليا اللي فوق. تركيبها الطبيعي يجي زي كذا وسط، في فراغ من جوا وفراغ من برا. إذا لفيت يمين تتوسع 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 لين تقفل، إذا لفيت يسار تشد 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 تشد، لكن عندها سماحية. طيب لو كان وزن دركسونك غلط وأعطاها زيادة لفة مع أنها هي ما هي قادرة، الدركسون زيادة لف لأنك أنت ما وزنت الدركسون، لفيت شوية مشت الأمور، مشوارين ثلاثة تلف خفيف، هي باقي لا زالت مطاطية معك بشكل يعني بسيط. لفيت أقوى يبدأ ينقطع معك أول سلك، ثاني سلك، إذا لفيت بقوة طق انقطعت، طفت معك جميع أزرار الدركسون، البوري ما عاد بيدق، لمبة الإيرباج بتولع لأن الإيرباج يعتبر ما هو شغال. بالنسبة لي اللي حصل معي انقطعت من هنا، وأصبح الجزء هذا والفيش اللي فوق غير متصل بالدائرة ولا يصل هنا. طب كيف نختبرها؟ تقدر تختبرها، هي فيها فياش من هنا 16 مثلا، الإكسبديشن 16، في الجهة الثانية تلقاها 16. رقم واحد تلقاها هنا رقم واحد بالملتيمتر بالجرس، تيت تيت، تشيك ال16 كلها إذا سليمة، شريحة الدركسون سليمة. يعني لو كان عندك البوري مثلا ما يدق وشكيت انها من شريحة الدركسون، ترى تقدر تختبرها بالملتيمتر. وزننا الدركسون، ركبنا القطعة الجديدة، ونشبك الفيش اللي جاي من ضفيرة السيارة في الشريحة علشان
تتوصل معنا الأفياش هذه حقت الإيرباك، تركب هنا في الإيرباك، وهذا حق البوري علشان تشتغل القطعة هذه. وإذا خلصت، لأنه القطعة هذه حساسة مرة، لازم أنها تكون في الوسط، خلصت تسحب القفل هذا، تصبح الشريحة شغالة على مسؤوليتك يا الفني، لأن الآن ما عاد بترجع محل قطع الغيار وانت قد فكيت القفل حقها. وهذه الشريحة في الداخل بعد ما ركبنا عليها الطارة، نشبك عليها ضفيرة الأزرار والبوري بالشكل هذا عشان تنوصل مع الجنب الثاني. نركب البوري، قد هو يدق، بسم الله. نشوف لمبة الإيرباك، طفت لمبة الإيرباك، والمسجل أتوقع خلاص كل شيء شغل.